سلام. واش عمركم تخيلتوا ان المواقع اللي كنستعملوها يوميا باش نبقاو قريبين من الناس هي نفسها كتحاول تحكم في المخ ديالنا وتستغل وقتنا واسرارنا؟ اليوم غادي نهضروا على واحد الوثائقي خطير، الاسم ديالو The Social Dilemma. هذا الوثائقي كيعري الحقيقه ديال شبكات التواصل الاجتماعي. هادشي كامل غادي نكتشفوه، خليكم معايا. الا كنتي اول مره كتشوف هاد لاشين ما كرهتش دير واحد سبسكرايب وواحد لايك ويلا نبداو. في بداية الوثائقي كيهضروا على شي حاجة صادمة. هاد التطبيقات والتقنيات اللي كنستعملو بحال انستغرام، فيسبوك وتيك توك مبنية خصيصا باش تبقى مشدود ليها. ماشي غير هكاك، وانما المهندسين ديال هاد الشركات كيخدموا ليل ونهار باش يصمموا كل حاجة تكون بحساب دقيق. مثلا ملي كتشوف شي لايك او تعليق، العقل ديالنا كيطلق مادة الدوبامين اللي هي المادة مسؤولة على السعادة. كنشوفوا ان العقل كيولي مدمن، بحال واحد اللي كتشوفوه مدمن على المخدرات وكيبقى عقلو باغي داك الشعور مره اخرى. وكيسولوا الناس اللي خدامين في هاد الشركات، واش عمرك لاحظتي كيفاش كيبدا يجيك اشعار من فيسبوك بالضبط في اللحظه اللي كتفكر تغادر التطبيق؟ واش هادشي صدفه؟ بطبيعه الحال لا، لانهم دايرين هاد الانظمه كتراقب وقتك والتوقيت ديالك وكيعرفوا بالضبط شحال غتبقى وغترجع للتطبيق. داكشي اللي كيديروا الخوارزميات هو فعلا مثير للقلق. فهاد الوثائقي كيعطيونا واحد المعلومه اللي تخليك تفكر بعمق. الشركات كتعرف عليك بزاف المعلومات اكثر من داكشي اللي كتخيل. فيسبوك مثلا كيعرف شنو كيعجبك، شنو كتحب تشوف، وحتى شحال من ثانيه كتحبس قدام كل صوره. بمعنى انهم ماشي غير كيحاولوا يخليوك تبقى، بل كيصمموا المحتوى اللي يثير انتباهك بالضبط. واحد من الناس اللي كانوا في داخل هاد الشركات قال ان الخوارزميات كتصنع لنا عالم خاص، كتورينا اللي بغاتنا نشوفوه ماشي اللي كاين في الحقيقه. يعني ملي كتشوف فيديو او بوست راه كيشجعوك تبقى فقط في داك العالم المحدد، والنتيجه كنبداو نصدقوا اي حاجه كتبان لينا وكنحسوا ان داكشي اللي كنشوفوه هو اللي كاين في الحقيقه. وحده من النقاط الاكثر حساسيه اللي كيهضروا عليها هي كيفاش هاد التطبيقات كتاثر سلبيا على الصحه النفسيه ديال الشباب. والسبب هو ان هاد الشبكات كتصنع عالم فيه الناس ديما مثاليين، ديما عايشين حياة زوينة، كنشوفوا الرحلات، الافراح وحتى البوستات اللي كلها سعادة. وهنا كنطرح واحد السؤال، واش هاد المقارنة المستمرة ما كتضرش الصحة النفسية ديالنا؟ الاطفال والشباب خصوصا كيبداو يحسوا انهم ناقصين وحياتهم ماشي بحال الناس الاخرين، وهذا الضغط هو اللي كيولد الاكتئاب والقلق وكيخلي ناس بزاف يوصلوا لدرجات خطيرة من الشعور بالاحباط. النقطة اللي غادي تخليك تفكر مزيان هي أن شبكات التواصل الاجتماعي ماشي فابور، ماشي مجانا، احنا هما المنتوج. هاد الشركات كيجمعوا علينا معطيات كثيرة وكيبيعوها الشركات الأخرى باش يعطيوك إعلانات موجهة، بمعنى أن أي حاجة كديرها كنقرا كمعلومة كيعرفوها وكيبقاو يتبعوا السلوك ديالك. واحد من المختصين في هذا المجال قال إذا ما كان المنتوج واضح راه حتما أنت اللي غادي تكون هو المنتوج. تخيل معايا أن كل تفاعل صغير مع التطبيقات كيكون مسجل عندهم وبكل برودة كيتباع وكيتستغل. السؤال الأخير اللي كيطرح هذا الوثائقي، واش ممكن تفادى هاد الشبكات؟ الناس اللي شاركوا في صناعة هاد التطبيقات كيقولوا باللي فعلا كاين امل، والحل هو الوعي. خاصنا نكونوا واعيين كيفاش نستعملوا هاد الشبكات التواصل الاجتماعية. مثلا نديروا وقت محدد للاستعمال ديالها، او نحيدوا الاشعارات ونديروا جهد كبير باش ما نتبعوش داكشي اللي كيبغيوه يبان لينا. وباش نختموا كلشي، السوشيال ديليما وثائقي كيهضر على معضله حقيقيه في حياتنا وكيخلي الواحد يسول راسو واش شبكات التواصل الاجتماعي فعلا كتحاول تساعدنا نبقاو قراب، ولا الهدف ديالها الاول هو الربح والسيطره. ما كرهتش انكم تجاوبوني على هذا السؤال في التعاليق. واش سبق لكم شعرتوا انكم مدمنين على السوشيال ميديا، او لا كتحسوا انكم قادرين تحكموا فيها؟ وفي الاخير الى عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا واحد لايك وواحد سبسكرايب، حيت هادشي كيشجعني بزاف انني نزيد نحط فيديوهات جداد.